السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بيكم. تقنية الواي فاي كولينج تقنية جميلة ومميزات أجمل، ولكن الفرحة لم تكتمل. فكل حاجة زي ما ليها مميزات ليها عيوب. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عيوب الواي فاي كولينج، وكمان هنقول المميزات، وحضرتك اللي هتقرر إذا كنت تشغل واي فاي كولينج ولا لأ. خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو كنت بتابعنا لأول مرة ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. تقنية واي فاي كولينج. سبق وكلمنا قبل كده عن تقنية الواي فاي كولينج، وعرفنا إن هي جميلة جدا، بتقدر من خلالها إنك تعمل مكالمة حتى لو ما عندكش شبكة في البيت. طيب تعال نشوف الأول إزاي المكالمة. حضرتك لما بتتصل بأي حد عن طريق الشريحة العادية بتاعتنا، المكالمة بتنتقل من التليفون بتاعك لأقرب برج ليك، ومنه لأقرب برج للشخص اللي انت هتكلمه، وبعد كده بتوصل له على الهاتف المحمول بتاعه أو على الشريحة بتاعته. طيب في حالة بقى إن هو ما عندوش شبكة أو أنت ما عندكش شبكة، هنا بقى بتيجي تقنية الواي فاي كولينج. في حالة إن الشبكة عندك بقى ضعيفة وأنت مفعل تقنية الواي فاي كولينج على تليفونك، في الحالة دي الإشارة هتتنقل من التليفون للراوتر بتاعك للواي فاي، ومنه عن طريق الإنترنت هتوصل لأقرب برج للشخص اللي أنت هتكلمه، وبعد كده توصل له للتليفون بتاعه وللشريحة بتاعته ويستقبل المكالمة. ولو هو عنده خدمة واي فاي ومفعل الواي فاي كولينج، هتوصل عن طريق الإنترنت وعن طريق الراوتر بتاعه وتوصل له مباشرة. طيب كده الخدمة لحد دلوقتي جميلة جدا جدا. طيب ايه هي مميزات خدمة زي ديت؟ اول ميزة واهم ميزة انك هتقدر تعمل مكالمة حتى لو ما عندكش شبكة، او حتى لو كانت الشبكة عندك ضعيفة. عشان نكون واضحين، لو الشبكة عند حضرتك ضعيفة انت هتقدر تعمل المكالمة، ولو الشخص اللي انت بتتصل بيه الشبكة عنده ضعيفة برضه هيقدر يستقبل المكالمة. والمكالمة اللي انتوا هتعملوها مش هيبقى فيها تقطيع، وهتبقى الشبكة معاك ثابتة جدا جدا بعكس الأول، لأنك هتعتمد في الاتصال على الراوتر بتاعك على خدمة الإنترنت. طيب لحد كده جميل. طيب بالنسبة بقى لشركات الاتصالات، هتاخد مني زيادة على المكالمة؟ لا طبعا، المكالمة زي ما هي. المكالمات زي ما هي، سواء اتصلت محلي أو دولي، سعر المكالمة زي ما هو، مفيش فيه أي تغيير. كده ديت الميزة التانية. يبقى أول ميزة اللي أنا هقدر أعمل مكالمة أو استقبل مكالمة حتى لو الشبكة عندي ضعيفة. التانية إن أنا مش هدفع رسوم زيادة لشركات المحمول. دول طبعا ميزتين جمال جدا جدا جدا. طالما الانترنت عندك شغال كويس وسرعته كويسة، جودة الشبكة طبعا هتبقى عندك طبعا ممتازة. مميزات زي ديت خلت الكل يفعل خدمة الواي فاي كولينج على موبايله، والبعض الآخر قرر إن هو يشتري موبايل جديد مخصوص علشان يفعل الميزة ديت عليه، أو يفعل التقنية ديت على الموبايل بتاعه، وخصوصا اللي عنده شبكة ضعيفة في البيت. ولكن قبل ما تعمل خطوة زي ديت، زي ما عرفت المميزات لازم تعرف العيوب، وبعد كده حضرتك تقرر إذا كنت تشتري موبايل جديد أو لأ، أو إذا كنت تشغل خدمة الواي فاي كولينج ولا لأ، وإمتى تكون محتاجها فعلا وتشغلها. أول حاجة طبعا خدمة الواي فاي كولينج من اسمها كده لازم واي فاي، يعني لازم يكون عندك راوتر واي فاي في البيت. طبعا كلنا عندنا راوتر واي فاي في البيت، وإلا ما كنتش هفكر في خدمة الواي فاي كولينج. وده بقى يخلينا نفكر في أول حاجة، وهي جودة الواي فاي في البيت، جودة الراوتر بتاعك أو جودة الإنترنت عندك في البيت. فلو جودة الإنترنت عندك في البيت كويسة جدا ممتازة، هتكون الشبكة معاك ممتازة جدا جدا. طيب لو جودة الإنترنت عندك ضعيفة، في الحالة دي ما انصحكش إنك تستخدم الواي فاي كولينج، لأن لو جودة الإنترنت عندك ضعيفة أو جودة الإنترنت في المنطقة عندكم مش كويسة، ففي الحالة دي هتكون خدمة الواي فاي كولينج سيئة. ففي الحالة دي أنصحك ما تستخدمهاش، وده كده أول عيب. حتى كمان بعض الناس كان بيقولك إنك ممكن تستخدم خدمة الواي فاي كولينج حتى والباقة خلصانة،
طيب لما حضرتك الباقة عندك بتخلص السرعة بتنزل ل 128. ده انت بتلاقي عندك النت بطيء جدا 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 لدرجة ان انت ما بتعرفش تعمل مكالمة واتساب. يبقى ازاي هتعمل مكالمة صوتية؟ اكيد طبعا مش هتعرف. يبقى لما الباقة عند حضرتك هتخلص حضرتك مش هتعرف تعمل مكالمة واي فاي كولينج. وبالتالي يأتي العيب اللي بعد كده، وهو انك لازم هتستخدم من الانترنت اللي عندك. يعني حضرتك علشان تشغل خدمة الواي فاي كولينج هتستهلك من السرعة وهتستهلك من الجيجات. يبقى كده حضرتك هتستهلك من باقة المحمول وباقة الانترنت. اللي بيقولك انت ما بتستهلكش من الواي فاي، لا طبعا بتستهلك من الواي فاي وبتستهلك من الجيجات اللي عندك، وفي نفس الوقت بتدفع تمن المكالمة اللي هي تمن الدقيقة العادية لشبكة المحمول. نيجي بقى للعيب اللي بعد كده، وهي حاجة مهمة جدا جدا ولازم الكل يبقى عارفها قبل ما يستخدم الواي فاي كولينج، وخصوصا لو كان هيشتري موبايل مخصوص علشان خاطر التقنية دي. حضرتك علشان تستخدم تقنية الواي فاي كولينج لازم يكون عندك شبكة ضعيفة جدا جدا جدا، بحيث انك تقدر تقوي الشبكة ديت عن طريق الراوتر وتستخدم الواي فاي كولينج او تعمل المكالمة بتاعتك. لكن لو حضرتك ما عندكش شبكة نهائيا ففي الحالة دي مش هتعرف تستخدم الواي فاي كولينج. يعني لو حضرتك ما عندكش شبكة في البيت نهائيا، يعني الشبكة زيرو، ما بيجيلكش أي اتصالات مطلقا، ففي الحالة دي أنت ما ينفعش معاك الواي فاي كولينج. لازم تكون الشبكة عندك ولو حتى شرطة واحدة، أو حتى بتشتغل وتفصل يعني ضعيفة جدا، ففي الحالة دي تقدر تشغل الواي فاي وانت مطمن. لكن لو ما عندكش شبكة نهائيا ففي الحالة دي مش هتقدر تشغل واي فاي كولينج. في الحالة دي ما انصحكش انك تشتري موبايل علشان خدمة الواي فاي كولينج، انك مش هتعرف تستخدمه. طب ازاي الكلام ده المفروض خدمة الواي فاي كولينج ديت علشان انا ما عنديش شبكة. لا يا فندم، هي علشان الشبكة عندك ضعيفة. لكن لو حضرتك ما عندكش شبكة خالص مش هينفع انك تعمل المكالمة من اساسه. انت علشان تبتدي المكالمة من الشريحة بتاعتك لازم يكون الشريحة فيها شبكة، ولو حتى شبكة ضعيفة جدا. ففي حالة ان الشبكة ضعيفة الاشارة هتروح للراوتر، وفي حالة ان الشبكة قوية الاشارة هتروح للبرج. يبقى دور الشريحة ما ينفعش نلغيه، لازم تكون الشريحة موجودة وفيها شبكة، بس تكون شبكة ضعيفة. فلازم تكون عارف المعلومة ديت، وخصوصا لو انت هتشتري موبايل جديد علشان خاطر الخاصية ديت. وزي ما قلنا في بداية الفيديو، كل حاجة زي ما ليها مميزات فهي ليها عيوب، ومش معنى ان خدمة الواي فاي كولينج فيها كل العيوب ديت تبقى خدمة وحشة او خدمة سيئة. لا بصراحة خدمة الواي فاي كولينج خدمة مميزة وجميلة جدا جدا، وخصوصا للناس اللي ما عندهاش شبكة في البيت، او بمعنى اصح اللي عندها شبكة ضعيفة جدا في البيت. فاللي عنده شبكة ضعيفة جدا في البيت انصحه باستخدام الواي فاي كولينج. غير كده ما انصحكش انك تستخدم واي فاي كولينج. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. ومتنسوش الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. واي سؤال او استفسار سيبوها لي في تعليقات اسفل الفيديو وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.